بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يتعادل سلبيا مع أورلاندو الجنوب أفريقي 0-0 في عقر داره. وأيضا تم تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي في كأس الرابطة لتعارضها مع سفر الأهلي اللعب في بطولة الانتركونتيننتال في قطر. وكان الأهلي قد أرسل خطابا إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية لتأجيل مباراته ضد إنبي في افتتاح كأس الرابطة، والتي كان مقررا إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل قبل سفر الفريق لقطر للمشاركة في كأس انتركونتيننتال. وأوضح الأهلي في بيانه سبب طلب التأجيل في خطابه لوجود أسباب اضطرارية بضرورة سفر بعثة الأهلي لقطر يوم 10 وهو يوم المباراة للمشاركة في البطولة، ويأتي ذلك التزاما بلائحة البطولة وتنفيذا للالتزامات التي أقرها فيفا قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفريق الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوغو البرازيلي. وشدد النادي في ذاك الخطاب على أن موعد السفر الذي تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها نفس اليوم، وعليه فإن الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية بل والإفريقية بأسرها في مونديال الأندية وكأس القارات يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة يوم 10 ديسمبر نظرا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والظهور بشكل مشرف. طبعا احنا بنتكلم على الأهلي مع الفائز من الفريقين. امبارح طبعا مباراة أورلاندو انتهت بالتعادل بشكل كبير جدا، نتيجة إلى حد ما مش وحشة. كان المفروض يبقى فيه فوز عشان يبقى الموضوع فيه أريحية أكتر، ولكن التعادل في حد ذاته شيء كويس برضو. إن شاء الله يعملوا بقى دي الأهم، المباراة الأهم اللي هيلعبوها على كأس التحدي مع الفائز من باتشوكا وبوتافوغو. واعتقد ان بوتافوغو فرصه اكبر. انا ما شفتش بصراحه باتشوكا مستواه عامل ازاي، ولكن بوتافوغو فريق برازيلي جيد، وهيبقى بتهيألي ممكن يوصل مع الاهلي، ويبقى صعب على الاهلي ان هو يفوز عليه الا لو مركز 100% والتشكيل جيد جدا واللعيبه عندها استنفار قوي. فتأجيل المباراة ده في صالح تأجيل مباراة إنبي في صالح النادي الأهلي طبعا، وده هيخلي الأهلي يستعد بشكل جيد، إنه عنده يومين قبل ما يسافر، وفي نفس الوقت هيسافر التلات ويلعب يوم 14، فيبقى عنده وقت كويس جدا في الاستعداد والاستشفاء، وإن شاء الله يحقق نتيجة جيدة عشان يلعب أمام ريال مدريد في النهائي.